أعزائي مشاهدي قناة هيوا، تحياتي، أستاذكم مساء. أستضيف معكم اليوم أستاذ أحمد شيخ، المحلل السياسي والباحث السياسي في الشأن السوري، وبرنامجنا يتناول موضوع سوريا ومجريات الأمور في سوريا ومستجدات الوضع. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أنا سعيد جدا أنه قبلت دعوتي، شكرا جزيلا بالمقدمة. شكرا لحضرتك، وأنا برضو سعيد بالمشاركة معك، وتحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناة هوا والمستمعين. شكرا. أستاذ أحمد، طبعا يعني الوضع اللي صار بالسويداء والمأساة اللي صارت بالسويداء كشفت عن هواية أزمات ويعني مآزق مستعصية في الوضع السوري. طبعا أكيد يعني الوضع كان يتشابه مع ما جرى في الساحل قبل، ونفس الأساليب، نفس الهجوم، نفس الجرائم اللي حدثت، ولكن يعني رد الفعل والتداعيات اللي صارت بعد أحداث السويداء اختلفت. يعني تقريبا أنا من متابعة العديد من السوريين يعني المهتمين بالشأن السوري، تقريبا الجميع متفقين على أنه نظام الجولاني والحكومة الحالية، في الحكومة المسماة بالحكومة الحالية اللي هي طبعا طغمة ومجموعة مسلحة إرهابية مسلحة تتسلط على سوريا، يعني وصل إلى نهاية يعني أصلا تفتقد إلى الشرعية في نظر الكثيرين من السوريين. فكيف الأمر صارت؟ يعني هو نفس الأحداث اللي صارت بالساحل تكررت في السويداء، ولكن رد الفعل كان مختلف. شنو بنظرك السبب؟ طبعا في البداية تحية لحضرتك مرة أخرى. سوريا بعد 8 ديسمبر سقوط النظام السابق ووصول هيئة تحرير الشام إلى قصر الشعب في سوريا، طبعا هذا التاريخ، تاريخ 8 ديسمبر، تاريخ مفصلي ليس في تاريخ الشعب السوري بل في تاريخ كل المنطقة، كون يعني هي جسدت إرادة إقليمية ودولية، أرادت إخراج سوريا من محور معين إلى محور آخر. طبعا هذه الإرادة الدولية تلاقت مع تفاعلات داخلية سورية. معروف يعني خلال 14 عاما كان هناك يعني أزمة وثورة وحرب داخلية أيضا في سوريا. طبعا هذا الوضع المتشعب والمعقد في سوريا طبعا تزامن مع السنة الأخيرة ومع أحداث 7 أكتوبر. طبعا أحداث 7 أكتوبر ثم يعني ما تم في لبنان، أيضا ما تم في سوريا. القصد أنه في سياق إقليمي ودولي، ضمن هذا السياق تم الاتيان بهيئة تحرير الشام التي كانت سابقا طبعا جبهة النصرة، وقبلها كانوا أعضاء في داعش. طبعا هذه المجموعات المتشددة، القوى الدولية رأت أن مصالحها أن إخراج سوريا من موضعية معينة إلى أخرى تتطلب أن تكون هذه القوى موجودة في دمشق، ولذلك تم يعني تحضير وتدريب هذه القوى من قبل الدول المعروفة للجميع، وهي على رأسها يعني بريطانيا، وبقناعتي يعني أمريكا وتركيا وقطر. يعني هناك كان توافق إقليمي ودولي على إسقاط النظام السابق والإيصال يعني هيئة تحرير الشام إلى الحكم. طبعا هذه الهيئة خلفيتها معروفة للجميع، يعني جهادية تكفيرية، وأيضا يعني وضعها السابق في إدلب كان هناك يعني أشبه بإمارة إدلب التي كانت تحكم يعني بما تسمى يعني السنية الإسلامية أو الجهادية التكفيرية. طبعا عندما أتوا إلى دمشق حملوا معهم هذه العقلية الأحادية الجهادية التكفيرية أيضا إلى دمشق. ويعني أول حكومة بعد 8 ديسمبر كانت هي نفس حكومة إدلب اللي كان يسمى حكومة الإنقاذ. طبعا سوريا تختلف عن إدلب، يعني سوريا بلد متنوع، فيها
تعدد اثني، تعدد عرقي، تعدد مذهبي، فيها قوى يعني معتدله، فيها قوى يساريه، فيها قوى شيوعيه، فيها يعني قوى ديمقراطيه، فيها القصد انه سوريا يعني بكل جغرافيتها فيها تنوع وتعدد كبير. لكن هذه المجموعه او هي تحرير الشام كانت تحكم ادلب ايضا نتيجه توافقات معينه، لكن بعقليه اسلامويه، بعقليه الدين السياسي او الاسلام السياسي. عندما تم ايصالهم الى دمشق لمآرب ولاجندات دوليه، هم ايضا يعني لم يتخلوا عن هذه العقليه، بل حاولوا يعني اعطاء انطباعات انهم مثلا تغيروا، انهم تركوا الالبسه المعروفه لجبهه النصره وللجماعات الراديكاليه، ويعني ذهبوا الى ان يلبسوا الالبسه الرسميه او البدلات الرسميه مع الاطقم. لكن بقناعتي يعني عقليتهم وممارساتهم وادارتهم للامور هي كانت واضحه. وخلال 7 أشهر لو رصدنا طبعا ممارسات هذه المجموعه سوف نجد انهم لا يؤمنون بالتعدديه، لا يؤمنون بالدوله الوطنيه، لا يؤمنون بمفهوم المواطنه القائم على الحقوق والواجبات، انما يعني يقتصر فكرهم على الولاء، على الطاعه العملياء، على محاوله فرض يعني نموذج معين من الحياه على المجتمع السوري. طبعا هذه المرحله الانتقاليه من 8 ديسمبر الى الان كان فيها تحديات كبيره خاصه على الشعب السوري ومعاناه يعني كبيره. انت اشرت الى نقطتين، يعني مجازر الساحل او ما حصل بالاحداث في الساحل السوري، التي يعني وفق تقارير دوليه وتقارير الشبكه الحقوقيه السوريه لحقوق الانسان، وايضا وفق لتقرير المرصد السوري لحقوق الانسان، وحتى وفق تقرير اللجنه التي انشاتها الحكومه الانتقاليه السوريه، كل هذه اللجان اكدت ان هناك تجاوزات وانتهاكات حصلت في الساحل، وعدد الضحايا تجاوز يعني 1500. طبعا نفس العناصر التي قامت بهذه التجاوزات في الساحل بالانتهاكات، بالقتل العمد، بالتصفيه، بالاباده، نفس هؤلاء العناصر قاموا بنفس يعني الممارسات ايضا في السويدة. طبعا بعد احداث سويدة بقناعتي يعني سوريا ليست مثل قبلها، كون رصيد هذه الحكومه او هذه المجموعه تقلصت الى حد كبير. العديد من السوريين الذين كانوا يعني يولون او يساندون هذه الحكومه بداوا بمراجعه انفسهم، وهذه يعني مؤشر كبير على التراجع ان قلنا شعبيه هذه المجموعه او شعبيه هذا النظام المؤقت. طبعا التفاعل الدولي مع احداث سوريا يعني فيها اختلافات بين دول ساندة لهيئة تحرير الشام ولحكمها مثل بريطانيا، إسرائيل، تركيا، قطر، السعودية، لكن بدرجات متفاوتة. أيضا هناك دول تتحفظ على حكم هذه المجموعة، وهناك يعني دول ما زالت تراقب الوضع، بمعنى يعني الواقع الموجود في سوريا هو تحت المراقبة. صحيح يعني أحمد الشرع أو الجولاني يحاول أو حاول الحصول على الشرعية من الخارج قبل الداخل، وهذا يعني رأيناه في تقديمه للتنازلات لكثير من الدول الإقليمية والدولية تفاعلت معه، لكن لم بما فيها إسرائيل طبعا، بما فيها إسرائيل ويعني رأينا يعني موضوع السويدة يعني فتحنا أكثر سوف نرى أن هناك وفد من حكومة الجولاني أو الشرع ذهبوا إلى باريس وفاوضوا وزير الاستراتيجية الإسرائيلي برعاية أمريكية على محافظة سورية. يعني تخيل أن تكون هناك سلطة في دولة يعني تتفاوض مع دولة أخرى على يعني محافظة في داخل الدولة. إلى هذا الحد يعني هذه الحكومة ليس لديها علاقة بالسيادة الوطنية، ليس لها علاقة أيضا بالوحدة الوطنية، بالشرعية الداخلية. يعني أنا ذكرت الممارسات خلال يعني 7 أشهر، وخاصة ما صدرت منها يعني في نقطتين أساسيتين، وهي موضوع الإعلان الدستوري والحوار الوطني، وأيضا يعني ما يتم الحديث عنه عن انتخابات مجلس الشعب أو القانون الانتخابي. طبعا لأي مراقب لو يعني
بحث قليلا عن الإعلان الدستوري ورصده سوف يلاحظ أن هذا الإعلان الدستوري يعني أولا أعطى صلاحيات مطلقة لم يكن حتى لبشار أسد ولحافظ الأسد هذه الصلاحيات، يعني بأن الرئيس هو الحاكم الأوحد والفعلي ولديه صلاحات تتجاوز يعني كل الدساتير والقوانين المعروفة. يعني حتى من ناحية تحديد الهيئات الانتخابية طبعا يعني المسألة عجيبة، يعني عجيبة في السلطات المطلقة المعطاة للجولاني، شيء عجيب يعني. صحيح، يعني ضمن الإعلان الدستوري لديه صلاحيات مطلقة. أيضا هذا الإعلان الدستوري يعني لم يأخذ بعين الاعتبار التنوع السوري، يعني عندما نناقش سوريا أو العراق البلدين لديهما بنية اجتماعية معروفة للجميع، وهي وجود المكونات السورية الأصيلة التي كانت لها دور يعني في بناء الدولة السورية منذ يعني عهد الأمير فيصل ويعني عهد الاستقلال والثورة السورية ضد الفرنسيين إلى يومنا. طبعا مجموعة الجولاني أو هيئة تحرير الشام نصبت نفسها في مؤتمر يعني لمجموعات فصائل عسكرية سموها مؤتمر النصر، وعن طريق هذا المؤتمر طبعا نصبوا أحمد الشرعوي الجولاني رئيسا بدون أي آليات قانونية ودستورية وبدون مشاورة للقوى الوطنية السورية وللمكونات. أيضا إعلان دستوري كما أشرنا يعني لم يكن فيه يعني حالة من التشاور مع القوى الوطنية السورية، إنما يعني تم فرض هذا الإعلان الدستوري لكي يخدم مصلحة هذه الفئة ومصلحة بعض الدول التي تدعم يعني هذه المجموعة. أيضا كان موضوع الحوار الوطني الذي كان شكليا والتمثيل كان هزيلا. هم إلى الآن يعني هذه المجموعة الحاكمة في سوريا أو التي تم إيصالها بتوافقات دولية إلى قصر الشعب في سوريا يعني لم تعترف بأي كيانات سياسية، هي يعني تتعامل مع الشعب السوري كأفراد. وعندما تم موضوع الحوار الوطني تم دعوة حوالي 600 شخص من الأشخاص الذين يتوافقون عقائديا مع هذه المجموعة أو الموالون لها. طبعا هم أتوا أيضا ببعض الأشخاص من بعض المكونات، هؤلاء الأشخاص طبعا لا يمثلون القوى الوطنية السورية ولا يمثلون المكونات الأساسية في سوريا، إنما يعني عقدوا مؤتمرا أشبه بمهرجان أو كرنفال تمثيلي. يعني تصور حضر 600 شخص يعني عبر 4 ساعات. لو وزعت يعني الساعات على عدد الأشخاص لا يعني كل شخص لا يستطيع أن يتكلم أكثر من دقيقة أو دقيقة ونصف أو أقل. بمعنى يعني إعلان دستوري كان جاهزا من قبل الأطراف داعمة لهذه المجموعات لتثبيت حكم هذه المجموعة. وأيضا يعني ما تم في الأيام الأخيرة تصديق على قانون انتخابات مجلس الشعب أيضا كان فيها إشكاليات كبيرة، بمعنى يعني إجراءات أو استحقاقات السيادية في المرحلة الانتقالية غالبيتها تتم بعقلية يعني أحادية، بعقلية إقصائية لمكونات الشعب السوري. يعني نعتقد أن الشعب السوري أسقط نظام البعث، لكن عقلية البعث يعني العقلية الإقصائية والأحادية، عقلية المركزية الشديدة وعقلية عدم تقاسم السلطة والثروة مع الشعب السوري وعدم استحضار المجتمع السوري إلى يعني الدولة، إلى بناء المؤسسات. وهنا لابد أن نشير إلى يعني العقلية الفصائلية التي ما زالت موجودة يعني في الإعلام، خاصة في الإعلام البترودولاري أو الإعلام الخليجي المعروف أو الإعلام العالمي حتى، يعني يتم التطرق إلى أن هناك دولة وحكومة سورية، لكن في واقع الحال من يرصد الواقع السوري عن قرب يلاحظ أن هناك فصائل متناحرة، فصائل اجتمعت على يعني أن تسمي أنفسهم بالدولة، لكن حقيقة ليس هناك مؤسسات بمعنى مؤسسات دولة. ويعني لو رصدنا ما قام به هذه المنظومة خاصة في المجال الأمني لما حصل في الساحل وأيضا لما حصل في السويداء، سوف نلاحظ أن يعني مؤسسات دولة بمعنى المقاربة الوطنية مع مكونات الشعب السوري لم تتم. ما زالت هذه الفصائل يعني مثل ما كانت قبل سقوط النظام، كيف كان ممارساتها وتعاملاتها و يعني احتكاكاتها واختلالاتها الداخلية. بعد وصولها إلى دمشق تستمر هذه يعني العقلية الفصائلية أو الأساليب التي بعيدة عن مفهوم مؤسسات الدولة
هذه إشكالية كبيرة. يعني يحكى عن بناء مؤسسات سيادية مثل مؤسسة الجيش، مؤسسة الأمن والحكومة، برغم أنه تم تشكيل حكومتين، لكن نعم. ما زال يعني جبهة النصرة أو بأحرى هيئة تحرير الشام لها النصيب الأسد من ضمن الحكومة، بمعنى كل الوزارات السيادية أيضا هي خاضعة لهذه المجموعة. طبعا يعني الموضوع طويل، لكن اترك لك يعني تسال. اوكي. لا، انا بس يعني كان عندي ملاحظه حول طبيعه السلطه الحاليه في سوريا. يعني ربما هناك ناس يتشككون، يعني يقولون انه الموضوع ما كان ممكن يصير احسن، يعني نظام ديكتاتوري ومستبد يسقط وبعدها تصير فوضى، وهاي الفوضى صايره بكل البلدان وهاي. بس الملاحظ انه الاسلام السياسي مو بس بسوريا، يعني هاي الاسلامويه يعني كان مثلا اذا كانت اخوانيه او جهاديه او اي نوع من الاسلامويه، مو تيار ممكن تبني دولة. يعني مو تيار ممكن يبني دولة ويبقي على الدول الموجودة. يعني هسه احنا عندنا السودان، عندنا ليبيا، عندنا اليمن وسوريا والعراق. يعني وين ما يجون ذولي مثلا يريدون يسيطرون، اساسا يتسببون بدمار، بتهديم الدولة، بنيان الدولة اساسا، واي يعني تفتيت المجتمع وخلق ازمات مستعصيه. يعني ما ممكن الواحد يفكر كيف ممكن هسه حل الموضوع اللي صاير في سوريا. مثلا قبل مده كانوا يقولون انه احنا مو مع اللامركزيه والفدراليه، تقسيم لسوريا. هسه الناس بالسويداء تتظاهر وتطالب بحق تقرير المصير وتطالب بالانفصال عن سوريا. يعني الموضوع الازمه تتعمق يوم بعد يوم. وهذا اتصور انه العامل المشترك اللي صاير بين كل هالدول ذولي انه وجود التيار الاسلامي، الاسلاموي والاسلام السياسي. يعني حتى في مصر شاهدنا في الايام الاخيره قبل سقوط مرسي، كانوا مثلا هاجموا على الطائفة الشيعية في القاهرة، ورادوا يرتكبون مجازر مما كان يؤدي إلى خلق حالة ليبية أو سورية في مصر أيضا. صحيح. يعني هذا هو هذه الحركات. صحيح. يعني حركات الإسلام السياسي مثل ما ذكرت حضرتك، يعني في ليبيا، في تونس، في السودان، في اليمن، في العراق، يعني حركات الإسلام السياسي بشقيه سواء كان سني أو شيعي. يعني أعتقد هذه الحركات وكما يعني يلاحظها الجميع هي غير قادرة على إدارة المجتمع، على تحقيق مطالب المجتمعات العربية والكردية يعني أيا كانت المجتمعات في الشرق الأوسط. طبعا هذه ترجع ايضا لاسباب عديده، منها يعني عدم ايمانهم بالدوله الوطنيه، عدم قبولهم بالمعايير الديمقراطيه، يعني عدم تخليهم عن الفكر الشمولي، ايضا يعني لم تؤمن هذه الحركات بمفهوم الدوله الوطنيه وبحقوق المواطن المتساوي من المذاهب ومن الاديان المختلفه. وشاهدنا يعني الصعود بعد هذه التيارات في هذه الدول إلى سدة الحكم، لكن لم تستطع الصمود، لم تستطع إدارة المجتمع، لم تستطع إدارة الدولة. كل يعني ما أنجزوه كانوا يحاولون احتكار وأسلمت الدولة، مفاصل الدولة، يعني أسلمت المجتمع، فرض نوع من السلوكيات التي هم يؤمنون بها على المجتمعات التي فيها تنوع، فيها تعدد. طبعا مجتمعات الشرق الاوسط معروفه فيها يعني مسيحيين، فيها اديان اخرى، فيها مكونات عرقيه واثنيه، لكن يعني هذه التيارات الاسلامويه لا تؤمن بالتعدد، التنوع، لا تؤمن يعني بالدوله الوطنيه، لا تؤمن بالمعايير الديمقراطيه، لديها فكر شمولي، يعني تنظر الى المعارض على انه عدو، لا تؤمن بحقوق المراه. وفي سوريا يعني 7 أشهر بقناعتي كافية أيضا لرؤية تصرفات يعني هذه المجموعة التي ابتعدت عن
يعني كل استحقاقات بناء الدولة الوطنية في سوريا. نحن أشرنا طبعا إعلان دستوري إلى الحوار الوطني، وأيضا الانتهاكات والتجاوزات اليومية التي تحصل بحق يعني حتى السنة المعتدلين، بحق سكان دمشق، سكان حلب، سكان حمص، ما حصل بالمجازر في الساحل، في السويدة. يعني أيضا يعني الملاحظ أن الحاضنة أو خطابهم الإعلامي السياسي لم تتجاوز الأبعاد الانتقامية الطائفية، التحريض، لأن يعني كما ذكرنا ليس لديهم يعني وجهة نظر واضحة وصريحة تؤمن بالتعددية والتنوع. هذه التيارات الإسلامية يعني أثبتت فشلها، لكن كون هذه التيارات يعني مرتبطة بالجهات الإقليمية والدولية، وهي تنفذ يعني أجندات معروفة للنظام الرأسمالي العالمي، ولذلك يتم الاعتماد عليها في خلق فوضى، في خلق اضطرابات، في تغيير بعض أنظمة الحكم. لكن كما رأينا في دول عديدة أن هذه الأحزاب غير قادرة على بناء وسيادة الدولة. و يعني حزب العدالة والتنمية أحد الأحزاب التي يعني حكم خلال 20 سنة، لكن ننظر كيف أنها يعني تتخبط في شر أعمالها وعدم قدرتها على تحقيق تنمية وتحقيق سلام وتحقيق ديمقراطية ضمن تركيا. طبعا الآن في سوريا نحن في مأزق كبير، كون يعني هذه القوة تريد الحصول على الشرعية من الخارج وليس من الداخل. هي يعني لا تعترف بالقوى الوطنية السورية، لا تشاور السوريين، لا يعني تأخذ برأي المكونات والقوى الوطنية السورية. لديها رؤية محددة، لديها أجندات، لديها يعني تابعية لدول إقليمية معروفة، وأيضا في نفس الوقت هي تقدم تنازلات غير منطقية وغير مبررة لإسرائيل أولا، لدول أخرى. يعني بقناعتي أيضا يمكن الإشارة إلى أن يعني من أوصل الجولاني إلى سدة الحكم في دمشق أيضا لديه يعني رغبة في أن يقوم هذه المجموعة بعقد اتفاقات، أهمها طبعا اتفاق إبراهيم، التي يعني عندما اجتمع الجولاني مع ترامب في السعودية قال له ترامب يعني عليك أن توقع اتفاق إبراهيم أو تدخل في اتفاق إبراهيم، وهو يعني قال نعم. والآن يعني يتكلمون عن ممر من إسرائيل إلى السويدة أو فلسطين المحتلة إلى السويدة. يعني حسب التسريبات التي وردت من الاجتماعات في فرنسا بأن الحكومة السورية يعني توافق على كل ما يطلبه الإسرائيليين، شريطة يعني أن يبقوا في الحكم، أن يكون لديهم يعني شرعية دولية، بمعنى هم أيضا يعني الحكم الحالي في سوريا هو أيضا مثال على التيارات الإسلامية الغير قادرة على التحقيق والحفاظ على سيادة الوطن، الحفاظ على الشعب ضمن الجغرافيا السورية. يعني بكل تأكيد. يعني أنا لاحظت يمكن أول البارحة كان صدر بيان أو تصريح من وكالة ناسا السورية، يعني طبعا هذا وكالة أنباء رسمية وتعكس طبعا يعني مو دعاية أو تحليل أو تصور لجهة معادية للنظام. يعني كان فيها أنه المباحثات اللي جرت في فرنسا وبين الوفد الإسرائيلي والوفد السوري تناولت موضوع وقف إطلاق النار في السويداء. يعني شيء عجيب طبعا، يعني تصور أنه مثلا وقف إطلاق نار في جزء معين من بلدك، أنت تتناول الموضوع وتتفق حوله مع إسرائيل. يعني هذه طبعا القليل من الدول تتنازل عن سيادتها بالصيغة هاي. وطبعا على طول البوق الإعلامي لعصابة الجولاني والأطراف المؤيدة إلها دائما توجه بأصابع الاتهام إلى الموجودين في السويداء من الساكنين هناك، من المسمين بالطائفة الدرزية، أو حتى بشمال شرق سوريا بتعاونهم أو علاقاتهم مع إسرائيل. ننتقل إلى محور آخر من حديثنا أستاذ أحمد حول مخرجات مؤتمر الحسكة وتأثيراتها على الوضع السياسي في سوريا. طبعا شفنا أنه بعد ما صار اللي صار بالسويداء والمجازر اللي ارتكبتها النظام، الحاكم في سوريا
توجهت القوات السورية الديمقراطية لدعوة أطراف معينة للاجتماع في حسكة، وكان هناك يعني نتائج ومخرجات لهذا الاجتماع بالدعوة إلى وفاق وطني على صعيد سوريا ومجموعة من المطالبات. يعني أريد حضرتك يعني تشرح لنا نتائج المؤتمر وشنو كان تأثيراتها لحد الآن، وأنا راح يكون عندي أسئلة أخرى حول الموضوع. طبعا يعني مؤتمر حسكة برضو كان حدث مهم بالنسبة للداخل السوري وأيضا للقوى المهتمة بالشأن السوري. طبعا احنا حكينا عن الحوار الوطني وكيف أن هذا الحوار يعني أقصى قوى وطنية كثيرة ومكونات أساسية، من ضمنها طبعا المكون الكردي وأيضا العلويين والدروز وقوى وطنية يعني من مختلف المشارب العرقية والدينية. بعد مجازر الساحل وبعد أحداث سويداء طبعا زادت الحاجة الموجودة أساسا إلى يعني أن يكون هناك حوار وطني بين السوريين، أن يكون هناك موقف موحد من كل المكونات السورية، أن يكون هناك خط وطني يسعى إلى أن يعني يضع الأجندات الأساسية للشعب السوري على جدول العمل. بقناعتي يعني مؤتمر الحسكة كان مؤتمرا وطنيا بامتياز، حيث أنه جمع بين مختلف الألوان والأطياف السورية، وأساسا يعني منظومة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لديها رؤية لبناء الدولة والهوية السورية، يختلف طبعا عن رؤية ونظرة الطرف الحاكم في سوريا. طبعا نحن تكلمنا عن يعني ما يريده الجولاني وجماعته. طبعا باعتقادي يعني أن هذه المجموعة تحكم في دمشق لا يرون في الدروز مواطنين سوريين، لا يرون في الأكراد مواطنين سوريين، لا يرون في العلويين مواطنين سوريين، لا يرون في السنة المعتدلين مواطنين سوريين. بمعنى هذه المجموعة ترى نفسها ومن يواليها هم فقط مواطنون سوريين، وبالتالي لديها يعني نظرة انتقامية استباقية انعزالية إقصائية. لكن عندما حصل مؤتمر حسكة وكان هناك حضور وازن وعلى رأسهم طبعا يعني قوى علوية وسنية وحتى درزية، طبعا هذا المؤتمر أكد على ثوابت الوطنية في سوريا، يعني بأن يكون هناك يعني عملية سياسية شاملة، بأن يكون هناك حوار وطني شامل، بأن يكون هناك دستور يعني يضمن حقوق كل التكوينات والخصوصيات الموجودة في الجغرافيا السورية. يعني بعد 14 عام من هذه الحرب لابد أن يكون للسوريين نظاما عادلا وديمقراطيا، وأن يكون يعني يعطي حقوق للمرأة التي عانت في ظل هذه الحرب. طبعا نظام البعث نظام البائد معروف يعني عقليته وسلوكه، لكن مع هذا النظام أيضا نلاحظ أن نظام البعث ما زال مستمرا موجودا بعقليته بممارساته بأسلوبه. مؤتمر حسكة أعطى جواب للشعب السوري بأن طريق بناء الدولة السورية هي استوعاب كافة المكونات السورية، وأيضا بأن يكون الدستور ضامنا وشاملا لجميع السوريين، بأن تكون سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية، ليكون مناسبا هذا النظام لإدارة التنوع والتعدد الموجود، وأيضا حتى يتم الحفاظ على وحدة سوريا وسيادة سوريا لابد من هذه المرونة التي هي قادرة على جمع السوريين حول مفهوم الدولة الوطنية، حول بناء سوريا الجديدة. لأنه في المقابل هناك يعني ما هم موجودين في دمشق يريدون أن يبنون سوريا بلون واحد، بعقلية إقصائية، بفرض نموذج حكم إسلاموي، بأن يكون كل مؤسسة لديها شيخ. وهذه يعني لابد أن نذكرها الآن في كل مؤسسات الدولة السورية التي أنشأها جولاني. في كل مؤسسة يوجد شيخ، بمعنى الشيخ هو الآمر الناهي في كل المؤسسات. يعني لا يمكن أن يعني يكون الدولة يعني المؤسسات الدولة التي تضم أطياف الشعب السوري أن يحكم يعني بشيخ موجود أو بلون واحد أو بعقلية يعني إسلاموية
استفراديه. مؤتمر حسكه يعني اعطى البديل، اعطى الجواب، مع العلم ايضا اكد على تنفيذ الاتفاق 10 اذار، وهو اتفاق الموقع بين الشرع وبين مظلوم عبدي. طبعا هذا الاتفاق ايضا فيه ثوابت وطنيه، منها وحده سوريا، سيادتها، حقوق المجتمع الكردي، حقوق المكونات، بناء مؤسسات الدوله، دمج المؤسسات الامنيه والعسكريه لشمال شرق سوريا مع المركز دمشق. مؤتمر حسكه يعني انزعج منها جماعه الشرع او الجولاني بشكل كبير، وقاموا بشيطنة هذا المؤتمر بانه يعني مؤتمر يستضيف شخصيات انفصاليه، ويستضيف يعني شخصيات محسوبه على النظام البائد، يعني كل محاولات الشيطنه. لكن بقناعتي هذا المؤتمر اعطى جوابا واضحا وصريحا لكل من يعني يهتم بالوضع السوري، بان سوريا الصحيحه تبنى وفق مخرجات مؤتمر حسكه، وليس وفق المؤتمر الهزلي الشكلي الذي اقامه يعني سلطه الشرع يعني. اوكي، حول المشاركين استاذ احمد، طبعا حضرتك ذكرت انه المشاركين تم اتهامهم بالانفصاليه وبانهم يمثلون النظام البائد ومن هالكلام. طبعا اكيد هاي الاتهامات اتهامات جاهزه، يعني ما متعوب عليها، ولكن يعني الحقيقه انا اللي لاحظته مثلا حول يعني الناس اللي المسمين بالطائفة الدرزية أو المنتمين إلى العقيدة الدرزية، تم تمثيلهم بشيخ من الشيوخ. ولكن اللي نعرفه عن السويداء وعن المجتمع الموجود هناك أنه في تيارات علمانية وتيارات تقدمية حتى. هل تم حضور ممثلين عن ذول الناس، أو تم قبول الشيخ الهجري والفيديو اللي هو التسجيل الصور اللي هو بعثه بمثابة تمثيل لكل الطائفة؟ لأنه أنا راح أجي على أنه ليش هذا الشكل عندي علامة سؤال، بس أريد من حضرتك توضيح حول طبيعة المشاركين. يعني أكثرية الشخصيات اللي برزت هي الشخصيات الدينية والشيوخ. طبعا احنا العلمانيين يعني ما متفقين مع هالنموذج هذا لولاية الفقيه السنية اللي موجودة في سوريا. الشيوخ تقرر وتنهي وتأمر بكل شيء. ولكن من جهة أخرى، هل من المنطقي أو المجدي أن نحسب الممثلين الطوائف هم رجال الدين، أو المكونات ممثليهم رجال الدين؟ طبعا يعني بعد الأحداث في سوريا، يعني الهويات الفرعية أو تراجع الناس يعني إلى الهويات البدائية وإلى النماذج التي ظهرت، هي أيضا مؤشر على حالة الأزمة في سوريا. طبعا العناصر التقدمية والوطنية يعني كانوا حاضرين في بداية الثورة السورية، ومن يعني يتابع الثورة السورية في الأشهر الستة أو السنة الأولى كان القوى الأساسية في الحراك الثوري السوري كان من القوى اليسارية والتقدمية. معروف يعني القوى أو المال الخليجي أولا، وثم التدخلات الإقليمية، وأيضا يعني محاولات النظام السابق جعل القوى الراديكالية هي تتصدر المشهد. طبعا هناك الإسلامية، قصدك الراديكالية الإسلامية والجهادية. نعم صحيح، الراديكالية الإسلامية والجهادية هم اللي تصدروا المشهد. يعني الوضع الآن في سوريا كما ذكرت ليس بالوضع المستقر وليس بوضع الآمن. يعني مواجهة التيار الموجود الحالي في دمشق يعني نتيجة وجود هذا يعني العقلية الإسلاموية في دمشق أيضا له يعني ارتدادات إلى المجتمعات الأخرى. يعني طبعا لنقول يعني في المجتمع الدرزي أو في المكون الدرزي خاصة بعد يعني الأحداث التي حصلت، هناك ميل، هذا الميل يعني توسع، وهو ميل بأن يكون يعني سويداء أو سوريا يعني ليست من لون واحد. هذا الميل، هذا التوجه يمثله طبعا أطراف علمانية وأطراف دينية وأطراف عديدة. يعني
لكن صعود طبعا الشيخ الهجري ايضا مرتبط يعني بالحاله السوريه في السياق العام، وايضا بتراجع طبعا القوى العلمانيه واليساريه عن مواكبه التطورات وقدرتها طبعا على المجابهه. يعني المجتمع السوري بطبيعته هو مجتمع يعني غير متطرف، غير راديكالي، لكن كما ذكرت حضرتك تمثيل المكونات بالشيوخ ليس كافيا. يمكن ان يكونوا يعني جزء من المجتمع، لكن مع يعني المجازر التي حصلت ومع الضغط الحاصل يعني مجابهه السلطه في دمشق ربما يعني لقى يعني صدى مناسبا لان يكون هؤلاء الاشخاص في المواجهه. طبعا المهم ماذا طرحوا بقناعتي؟ هل طرحوا يعني رؤيه اسلامويه او رؤيه دينيه، ام طرحوا رؤيه معتدله متوافقه مع يعني رؤيه مجمل الشعب السوري؟ يعني الشيخ غزال من المكون العلوي وايضا الشيخ الهجري يعني بقناعتي هم طرحوا يعني افكار تناسب وتلائم النسيج الوطني السوري، بغض النظر ان كانوا يلبسون عمامه او يلبسون يعني او كانوا ناس معتدلين. وايضا يعني المجتمع الدرزي ليس هو مجتمع يعني يعني المجتمع الراديكالي بالمعنى القريب من المجتمع يعني الجهادي او التكفيري. يعني التراث الدرزي اعتقد له خصوصيه. غالبيه القوى حتى اليساريه والعلمانيه في المجتمع الدرزي يعني هي تنسجم مع هذا التراث الدرزي. واثناء طرح يعني الرؤيه التي كانت موجوده او التمثيل، طبعا نحن لسنا يعني في حاله مستقره بان يكون هناك تمثيل صحيح وتمثيل مئوي، لكن هناك يعني لنقل ميول عامه او رغبه عامه او مصلحه عامه هؤلاء الاشخاص ينظرون لتمثيلها. ويجب ان نسال يعني الدروز اولا، ويجب ان نسال العلويين اولا لماذا يعني هذه الشيوخ هم الذين تصدروا المشهد وليس هناك يعني اشخاص علمانيين، مع قناعتي ان هناك اشخاص قادرين على تمثيل المكون الدرزي والمكون العلوي من الشخصيات العلمانيه، من الشخصيات الوطنيه، من الشخصيات التقدميه. لكن الظروف الحاليه وظروف المجتمع السوري يعني جعل يعني ان يكون في المقدمه هكذا اشخاص، وبقناعتي يعني ليس خطأ، انما يجب تكميل هذا يعني التمثيل بان يكون تمثيلا حقيقيا وواقعا. لكن بالمجمل يعني مؤتمر حسكة لم يبحث عن تمثيل الطائفه الدرزيه او تمثيل الطائفه العلويه، يعني هم يعني اشركوا بعض اشخاص من الطائفه العلويه وبعض الاشخاص من الطائفه الدرزيه لكي يتم اسماع صوت الدروز او اسماع صوت العلويين للاخرين، ولو هذا الصوت ربما لم يكن يعني ممثلا للمجتمع الدرزي او كان المجتمع العلوي، لكن كان هناك صوتا يعبر عن جزء كبير من المجتمع الدرزي والمجتمع العلوي بانه يتفق مع المجتمع الكردي بان ما هو موجود في دمشق ليس صحيحا، يجب ان يكون هناك حاله اصلاح، يجب ان يكون حاله تعديل، يجب ان يكون حاله تغيير، يجب ان يكون هناك حاله تشاور وطني. يعني الخلاصه التي نتج عن مؤتمر حسكة بانه يجب ان يكون هناك حوار وطني شامل يضم كل المكونات السوريه، وبان لا يتم اقصاء اي مكون من المكونات. يعني هذه الرؤيه يعني بقناعتي يتبناها كل الوطنيين السوريين او العلمانيين او التقدميين، ومن ممكن حتى يعني بعض رجال الدين المعتدلين ايضا. يعني طبعا يعني انا اتفق مع هذا الراي اللي حضرتك تفضلت به، انه كل الوضع السياسي في سوريا من المال الخليجي، من تداعيات سياسات القمع البعثيه، اللي طبعا انا التقيت بناس من مثلا الحسكه ودير الزور هنا بالسويد، كانوا يقولون لما كنا نطلع مظاهرات علمانية وفي مجموعة إسلامية، المظاهرات العلمانية كانت واسعة كتير، بس الدولة تسمح للأجهزة الإعلامية أنه تصور المظاهرات الإسلامية وما تسمح أنه إحنا نظهر بالصورة، لأنه كانوا يريدون أنه يظهرون هالمظهر هذا من الاحتجاج. طبعا هاي السياسات مارست دورها، وأيضا تداعيات يعني وصول عصابة الجولاني إلى السلطة. تقريبا هم ممكن أنه قدروا يلونون
المشهد كله بلونهم بمنهجهم الديني. يعني كل طائفة تلجأ إلى شيخها في هالحالة هاي وإلى ممثليها الدينيين بدل ممثليها السياسيين. كأنه هذا المجتمع ما في طبقات، كأنه هذا المجتمع ما في وجهات نظر مختلفة، ما بأيديولوجيات وهاي. وطبعا يمكن أنت حضرتك تفهم وجهة نظري أو الهاجس اللي أنا عندي، انه احنا ننطلق من التجربه العراقيه، واذا حضرتك تشوف التجربه العراقيه، وهنا اريد انتقل للقسم الثالث من حوارنا. يعني هذا السؤال بالنسبه لي كشخص من العراق واللي اعيش المأساة هذا، ما اعرف حتما حضرتك سمعت انه الليله او الصبح هنا بالعراق بمدينه السليمانيه صار في صدام مسلح داخل المدينة، واستخدم به الأسلحة الثقيلة حتى الدبابات، وهاي بين قسمين من حزب الاتحاد الوطني اللي هي فصيل من الفصائل المسلحة المافياوية اللي تسيطر في كردستان العراق، إلى جانب فصيل البرزاني، وهم أيضا جزء من المشهد العام اللي ممتلئ بالعصابات الإجرامية والمافياوية اللي سيطر على العراق حتى بعد 32 سنة من تحرر العراق من الاستبداد. وهي هل نحن في سوريا مقبلون على نظام، على شكل من نظام سياسي يماثل اللي موجود في العراق؟ هل نحن مقبلون إلى دولة تمثل الفصائل والأقليات والإثنيات والأديان بهالصيغة هاي اللي نشوفها بالعراق؟ لأنه هاي راح تكون كارثة. ما في دولة أساسا، الدولة الفاشلة اللي موجودة بالعراق الآن تقريبا صار عمرها يعني قريب من الأنظمة السابقة بالعراق. صحيح، يعني حضرتك ذكرت بعض النقاط يعني السلبية في النظام العراقي، وأنا أتفق معك. يعني أولا حكم العائلتين في إقليم كردستان هي أحد المصائب التي حل بالشعب الكردي وما زال. وأيضا يعني الطبقة السياسية الحاكمة بعد 2003 في العراق معروف عنها يعني كمية الفساد والمحسوبيات ويعني التبعية لدول الإقليم. لكن رغم كل السلبيات الموجودة في العراق أعتقد أن فيه نقاط إيجابية، منها طبعا يعني الحكم المحلي، منها طبعا موضوع الانتخابات والتداول السلطه الموجود، طبعا برغم كل السلبيات الموجوده التي اشرنا اليها يعني. لكن لو قارنت التجربه الحضاريه العراقيه بدول المنطقه، اعتقد يعني هذه قناعتي الشخصيه ان فيها نقاط ايجابيه يعني يجب دراستها والاهتمام بها يعني. مع العلم ان يعني تجربه اقليم كردستان بالنسبه لاكراد سوريا يعني من احد التجارب التي لم تقدم يعني نموذجا مشجعا او نموذجا مرضيا او نموذجا يعني قابلا للحياه في دول اخرى يعني. طبعا سوريا وهي يعني صحيح البنيه الاجتماعيه والمكونات فيها تتشابه مع العراق الى درجه كبيره، ومن الممكن ان يكون هناك اراده دوليه يعني لتكرار النموذج العراقي في سوريا. لكن بقناعتي يعني سوريا مختلفه الى حد ما عن العراق. مثلا المكون الكردي او ما يطرحه المكون الكردي في سوريا بقناعتي هو مختلف عن التجربه العراقيه. يعني في العراق هناك خاصه في اقليم كردستان هناك قوتين عسكريتين وهناك عائلتين تحكمان، وهذه كان احد المصائب التي حل بالمجتمع الكردي في العراق، والى الان لبث هناك يعني مؤسسات موحده لكل الاقليم تمثل مصالح الشعب الكردي او الشعب العراقي. طبعا الان في سوريا نحن في مرحله انتقاليه. طبعا هويه الدوله او كيفيه بناء الدوله او الاتفاق السوري على دوله سوريه لم تتم الى الان، انما هناك طرف وصل الى دمشق ويحاول ان يفرض وجهه نظره على كل السوريين، وبالمقابل يعني هناك مكونات تعاني من المجازر، تعاني من محاولات يعني تهميشها اقصائها. وايضا عندنا لدينا في سوريا مشروع هو مشروع قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه، ايضا هو مشروع مختلف عن التجربه العراقيه الكرديه، وهو مشروع مختلف عن الموجود في دمشق. طبعا الاداره الذاتيه وقوات سوريا الديمقراطيه معروف للجميع لها دور اساسي في محاربه داعش وايضا في مقاومه الاحتلال التركي، ولديهم وجهه نظر طبعا في اداره سوريا وفي
تقديم مشروع اللي هي الإدارة الذاتية اللي قائم طبعا على التعايش بين مكونات الشعب السوري، طبعا رغم وجود بعض النواقص، رغم وجود الانتقادات، وهذا يعني لابد أن نذكره. لكن بقناعتي لو نظرنا إلى الخارطة السورية الحالية، يعني ما يحصل في الساحل، ما يحصل في الجنوب، ما حصل سابقا في الشمال السوري من التدخل التركي ومن يعني تبعية هذه المجموعات لتركيا ولقطر والآن للدول الرأسمالية العالمية، بقناعتي يعني قوى السورية الديمقراطية أو تجربة الإدارة الذاتية من الممكن أن تكون مدخلا صحيحا لبناء سوريا إن تم اتفاق طبعا، أو إن تم تنفيذ اتفاق 10 آذار، أو تم يعني الاتفاق بين السوريين بأن يكون ما خرج به مؤتمر حسكة أحد الإرشادات لأن يكون مساعدا لبناء الدولة. طبعا الآن ما يطرح في دمشق أن تكون هناك دولة مركزية شديدة المركزية، بأن لا يكون هناك أقاليم أو أطراف أو محافظات أو انتخابات محلية كما هي في العراق مثلا. الموجودين في دمشق يرفضون النموذج العراقي، لكن لا يطرحون النموذج المرضيا للشعب السوري. هم يقولون نحن لا نريد التجربة العراقية، لا نريد يعني المحاصصة والطائفية، لكن ما الذي يقترحونه؟ هم يحاولون أن يعودوا إلى الأنظمة السابقة، إلى النظام البعثي، سواء النظام البعثي الصدامي، سواء النظام البعثي الأسدي، بلون أو بلبوس إسلاموي. وهذه أيضا يعني خطيرة أكثر، يعني كون إن كان العداء قوميا يعني هو يختلف عن تأتي بعداء عقائدي، بأن يعني تنظر إلى الآخرين بأنهم كفار أو أنهم غير سوريين. يعني ماذا يريد السوريين الآن؟ يريدون أن يكونوا مواطنين في دولة ترعى يعني مشاعرهم، ترعى حقوقهم، ترعى وطنيتهم. لكن ما هو موجود في دمشق لا ينظر إلى السوريين المختلفين معه، لا ينظر إلى المكونات الأخرى، لا ينظر إلى غير هيئته بأنهم سوريين. وبهذه إشكالية كبيرة يفتح الباب للقتل الآخرين، يفتح الباب للانتقام، يفتح الباب لإبادة الآخرين. وهذه هي المعضلة الحقيقية. باعتقادي يعني سوريا تحتاج نظاما خاصا بها، يمكن الاستفادة من التجربة العراقية ومن أخطائها ومن يعني إيجابياتها. لكن باعتقادي يعني وباعتقاد كثير من السوريين، وخاصة بعد ما حصل من مجازر في الساحل وفي السويدة، وما حصل من خلال 14 عاما من الانقسام والانشطار في المجتمع السوري، يعني موضوع المصالحة بين مكونات الشعب السوري، موضوع التصالح، الوصول إلى يعني جمع السوريين، هذه باعتقادي لن يكون سهلا مع العقليات الموجودة، مع محاولة بعض الأطراف لأن تكون سوريا وفق رؤيتها فقط، مع الدعم أو التدخل الإقليمي الذي يجب أيضا أن نشير إليه. حتى لو أراد الشعب السوري أن يتفق فيما بينه، باعتقادي سوف يكون هناك صعوبات وتحديات كبيرة قادمة من دول الجوار، من تركيا، من إسرائيل. طبعا إسرائيل تريد دولة سورية ضعيفة مفككة، أيضا تركيا تريد يعني دولة سورية على مقاسها أن تكون ولاية عثمانية. هذه التدخلات الخارجية هي أيضا تضغط على كل الأطراف السورية بأن لا يكون هناك اتفاق. لكن يعني المصلحة السورية، الأولوية السورية تقتضي بأن يكون هناك تشاور من كل الأطراف بأن يتم يعني تحقيق حلم السوريين في بناء دولة تراعي مصالحهم، تراعي يعني خصوصياتهم، تراعي أطيافهم وألوانهم. يمكن يعني أن يكون نظام لا مركزي، يمكن يكون نظام محافظات. يعني ليس المهم شكل النظام، لكن بقناعتي المهم هو كرامة الإنسان السوري، حرية الإنسان السوري، يعني تحقيق مبدأ ومفهوم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات، وليس يعني الاعتبارات العرقية أو الإثنية أو الدينية. يعني في خضم هذه النقاشات طبعا تبرز ألوان وأشكال مختلفة لبناء الدولة. الآن هناك وجهتين في سوريا: وجهة نظر الحكومة الحالية التي تقوم على أن يكون دولة مركزية، كل المواطنين خاضعون لها، الجيش لها، الوزارات لها، الثروة والإمكانيات كلها لها، وأن يعني تسيطر على كل سوريا. بالمقابل هناك وجهة نظر أخرى، وهي وجهة نظر مؤتمر حسكة، بأن تكون سوريا تعددية، سوريا تشاركية، بأن يشارك فيها في بناء الدولة السورية كل المواطنين السوريين، بأن يتم يعني صيانة وحماية حقوق المكونات السورية وفق في دستور يشاركون فيه، في دستور يراعي هذا التنوع.
وأن تكون المؤسسات السيادية ليس حكرا على لون واحد، على جهة واحدة، خاصة يعني المؤسسات الحالية في دمشق لها لون واحد، لها عقلية واحدة. يعني حتى الجيش السوري لا أعتقد أن هناك مسيحيا اليوم موجود في الجيش السوري. يعني تصور حتى يعني دور التدريب الشرطة السورية الآن، أول ما يدخلها العنصر يعني يخضع لدورة عقائدية، يعني يطول لحيته ويقوم يعني بحفظ ما يقولون له، يعني تدريب بعيد عن كل البعد عن بناء شرطي صحيح، بناء ضابط صحيح، بناء يعني مؤسسات صحيحة، ناهيك عن يعني حالة الاستبعاد للموظفين التي تمت من مؤسسات الدولة السابقة، ليس لشيء فقط لانتماءاتهم، لعرقياتهم، لخلفياتهم يعني. اوكي، انا طبعا يعني لا وجه للمقارنة بين الدعوات اللي خرجت من مؤتمر الحسكة والنظام الحالي في سوريا. يعني النظام الحالي في سوريا هم جماعة هيئة تحرير الشام، وهم جماعة القاعدة يعني، أو جماعة داعش. يعني أنا ما أشوف فرق كبير بينهم. داعش يعني مقبول من أمريكا، هو هذا اللي ممكن نقول على هيئة تحرير الشام ومحمد الجولاني برأيي. ولكن الموضوع طبعا الشيء اللي أنا حكيت عنه، الموضوع التجربة العراقية الجوانب اللي حضرتك ذكرتها هي جوانب مثلا يعني اكسسوارات هاي مسائل الانتخابات. بآخر انتخابات ما شارك أكثر من 20% بالانتخابات. يعني انتخابات أساسا مفضوح دوره بتشكيل الشكل السياسي للدولة أو الحكومة والأجهزة الحاكمة. اللي احنا شفناه أو نسمع عنه بالأحرى من تجربة روجافا وتجربة يعني الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، هي أكثر من كونه تعكس هوية المكونات المتعددة في المنطقة. أنه هذا النظام، النظرية تقول أنه لازم تتأسس على أساس مشاركة الناس في إدارة نفسهم، ولهذا تسمى بالإدارة الذاتية. الناس بنفسهم يشاركون في إدارة نفسهم. فهذه التجربة هاي تعميمها على سوريا هي هاي اللي ممكن أنه تنقذ برأيي الشعب السوري من المأساة والمصيبة اللي هسه في الوقت الحالي واقع بيها، واللي ممكن أنه تستمر في أحسن الأحوال إلى ما يشبه التجربة العراقية اللي نعيشها اليوم بمستقبل سوريا. فالأجدر أنه برأيي أنه إذا كان في تجربة معينة في إدارة الأمور من قبل الناس وبتدخل الجماهير نفسها في إدارة نفسها بنفسها في شمال شرق سوريا، أنه هاي التجربة تتعمم. وهذا اللي ممكن يكون أساس لأي نظام لا مركزي مستقر ومستديم في المستقبل، وانه ممكن تعكس رغبات وطموحات وآمال جماهير عريضة من الناس. يعني إذا أنت تريد تحكم الناس بمصلحة الأقلية، فأكيد لازم تجيب هويات مزيفة وتجمعهم تحت علم معين. مثلا عائلة البرزاني والطالباني ما كانوا يقدرون يقنعون الناس بأنه يستأثرون بكل هاي السلطات بشمال العراق لو ما قالوا أنه إحنا أكراد مثلكم، أنه هاي دولة كردية وهاي تجربة إدارة كردية. هو هذا الأيديولوجيا اللي يخليهم، وهاي الهوية اللي تخليهم يحكمون ويستمرون بالحكم. أنا أريد حضرتك الآن ننتقل إلى المحور الثالث وتحكينا عن تجربة الإدارة الذاتية، وشنو هي مثلا مكتسبات هاي التجربة. احنا نسمع عنها كثير، وطبعا يعني في الوضع السوري حتى الادعاء مرات بأشياء جميلة ممكن تعتبر شيء إيجابي بالنسبة للوضع السوري السابق والحالي. ولكن أنا أريد حضرتك تذكر لنا بوصفك أنه عندك ارتباط بتجربة الإدارة الذاتية، شنو هاي المكتسبات اللي موجودة في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، يعني حتى مشاهدينا ومستمعينا يعني يكون عندهم علم أوسع أو معلومات أوسع حول ما يجري بالمنطقة. طبعا يعني بعد الأحداث ب 2011 وتراجع الحكومة السورية وانطوائها إلى مراكز المدن الاستراتيجية الأساسية،
طبعا وجد المجتمع الكردي نفسه بدون إدارة، بدون دولة تقدم خدمات. يعني الدولة تخلت عن واجباتها تجاه المجتمع الكردي في سوريا مع الأحداث التي يعني حدثت. عندها يعني نتيجة الفراغ الذي حدث المجتمع الكردي وخاصة يعني في شمال سوريا. طبعا معروف للجميع أن المجتمعات الكردية هي غالبا مجتمعات منظمة، مجتمعات واعية، كون لديها قضية يعني. مع يعني الحالة التي حصلت وتراجع الدولة السورية عن قيام بواجباتها تجاه المجتمع الكردي وتجاه حتى المجتمعات العربية، طبعا تشكل في شمال سوريا الإدارة الذاتية، اللي هي يعني من أفكار السيد عبد الله أوجلان، اللي بتقوم طبعا إدارة المجتمعات المحلية بإدارة نفسها وفق يعني آليات محلية يعني تعتمد على مشاركة الجميع، بأن يكون يعني لكل حي مجلس، يعني يكون للمدن مجالس، بمعنى هي تجربة أقرب إلى تجربة الكومينات أو يعني المجالس المحلية، بأن يكون هناك لدون هذه المجالس لجان، لجنة الصحة، لجنة التعليم، يعني احتياجات المجتمع الأساسية، بأن يكون هناك إدارة لهذه القرى، لهذه المحافظات، لهذه المجتمعات. هذه الإدارة يعني تؤمن على الأقل الحد الأدنى للحياة، يعني للصحة، للتعليم. يعني تصور يعني مجتمع كان مدار من قبل دولة، هذه الدولة تخلت عن واجباتها في إدارة هذا المجتمع، وترك هذا المجتمع يعني يتعرض لهجمات داعش، يتعرض لهجمات تركيا، يتعرض لمجموعات راديكالية. كون يعني المجتمع الكردي في سوريا كان لديه يعني حالة من الوعي ربما لا يتواجد في مجتمعات أخرى، يعني ورغبة في أن يكون لديه يعني حالة تنظيمية تستند إلى وعي جماعي. هذا الوعي ذكرنا أنه يعني يتلخص في أن يكون يعني كل منطقة أو بلدة أو قرية في تأمين احتياجاتها الأساسية. طبعا هذه الأفكار أو هذا التنظيم تطور. أصبح هناك يعني في عام 2014 إعلان الإدارة الذاتية في ثلاث طبعا كانتونات، كانت مدينة عفرين، مدينة كوباني، ومدينة قامشلي أو حواليها، يعني يسموها مقاطعة الجزيرة. مع الهجمات التي حصلت مع سقوط موصل يعني الأسلحة الكثيرة التي حصل عليها الداعش، قامت بالهجوم على مناطق الكردية في طبعا شمال العراق وفي إقليم كردستان، وأيضا في يعني شمال سوريا. أثناء هذه الهجمات على مدينة كوباني تصدت وحدات حماية الشعب، اللي كانت أساسا هي لجان شعبية للحماية الشعبية خاصة بالمجتمع الكردي. هذه يعني القوات، قوات وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، تصدى في مدينة كوباني لداعش. أثناء هذا التصدي يعني حصل اتفاق أو لنقل تعاون أو تماس عن طريق طبعا كرد العراق، وعن طريق أخرى بين التحالف الدولي لمحاربة داعش وبين وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب. تطورت هذه العلاقة بعد تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في يعني إدارة ذاتية للكانتونات، بعدها تحولت إلى إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا. تم تحرير مناطق يعني كبيرة من داعش بفضل طبعا تكاتف أولا الشعبين الكردي والعربي. يعني أحد مميزات أو مكاسب الإدارة الذاتية هي تحقيق الانسجام أو التماسك العربي أو العلاقة الكردية العربية بشكل طبيعي وبشكل صحيح. يعني أعتقد من التجارب الجميلة بأن يكون الكردي والعربي يعني متعاونين في بناء إدارة، متعاونين في محاربة داعش، متعاونين في تأمين الحياة المشتركة. وبالتالي يعني أحد المكاسب التي يمكن أن نشير إليها بعمق هي الأخوة أو التعايش الكردي العربي في شمال شرق سوريا وقتالهم لداعش في خندق واحد. أيضا من أحد المكتسبات هي حرية المرأة أو حضور المرأة في الحياة الاجتماعية العسكرية السياسية، وهذه أيضا كانت مكسب يعني يتجاوز البعد السوري أو الكردي إلى بعد إنساني. باعتقادي يعني ما حصل عليه المرأة في شمال شرق سوريا أصبح يعني مكسبا لكل النساء في العالم، ونلاحظ يعني يعني الإعجاب بهذه التجربة. أيضا يعني لولا هذه الإدارة الذاتية ولما تحررت مثلا
مدينه رقه، مدينه منبج، مدينه دير الزور. صحيح اشرت في البدايه يعني اثناء الممارسه اثناء العمل صحيح هناك اخطاء، هناك يعني مشاكل موجوده، لكن بقناعتي التجربه الموجوده حققت يعني نوعا من الاستقرار في هذه المناطق، وامنت يعني السكان سواء من حيث تامينهم امنيا او تامين الحد الادنى من يعني الاكل، الشرب، التعليم، الصحه. يعني هذه الاداره ليست يعني في حاله من الاستقرار، ليس في حاله من الامان، كون نعلم يعني التهديد التركي الكبير، الهجمات التركيه المتعدده. صحيح هناك علاقه بين الامريكيين وقوى السوريه الديمقراطيه، لكن هذه العلاقه ما زالت الى اليوم في البعد العسكري. لم يوافق الامريكيين على مشروع الاداره الذاتيه الى اليوم في البعد السياسي والاجتماعي، ولذلك راينا يعني تخاذل الامريكيين او تعاطفهم او يعني اتفاقهم مع تركيا بان يكون هناك هجوم على مدينه عفرين، ان يكون هناك هجوم على راس العين، على تل ابيض. يعني كل هذه الهجمات التركيه تم بالتوافق مع الامريكيين وبالمشاورات الامريكيه، وباعتقادي كانت ايضا يعني الامريكيين ايضا يريدون الضغط على هذا المشروع الذي هو يعني أجلاني بفكره واتجاهاته وفلسفته. يعني الأمريكيين لم يكونوا يريدون هذا المشروع ببعده السياسي والاجتماعي والفلسفي، إنما الأمريكيين كانوا يريدون استعمال فقط القوى العسكرية والاستفادة من القوى العسكرية، ولذلك ظلت العلاقة يعني قائمة فقط على البعد العسكري. ونرى يعني اليوم يعني الأمريكيين والبريطانيين والقوى الغربية هي تعتمد على أحمد الشرع، على الجولاني الذي كان جبهة النصرة، وتراه فيه شخصا مناسبا لإدارة سوريا، يعني بناء سوريا، ولكن في نفس الوقت تضغط على الأكراد، تضغط على القوى السورية الديمقراطية لكي تذهب إلى حالة الاندماج مع الحكومة السورية. وأيضا كل الهجمات التركية التي حصلت والمجازر التي قامت بها تركيا بحق المكون الكردي، التغير الديموغرافي الذي حصل في عفرين، التغير الديموغرافي الذي حصل في تل أبيض، يعني كل الضغط والهجمات التركية على شمال شرق سوريا، يعني الأمريكيين وحتى القوى الغربية لم تقل شيئا. صحيح هناك بعض المواقف الخجولة من فرنسا أو من ألمانيا أو من دول عديدة، صح يعني في البعد الاجتماعي أو الشعبي أعرف ويعني أفهم تعاطف الأوروبيين إلى درجة كبيرة، حتى الأمريكيين يعني على المستوى الشعبي ومستوى القوى الديمقراطية واليسارية مع شمال شرق سوريا. لكن التعامل يعني الدولي للمجتمع الأوروبي، يعني المجتمع الدولي أقصد المنظومة الدولية الحاكمة، كانت يعني تتعامل بازدواجية وبحالة من النفاق. أولا مع القضية الكردية، نعلم يعني أن الذين يعني أوجدوا القضية الكردية والإشكالية الكردية هم البريطانيين والفرنسيين عندما كانوا قوة مهيمنة ومنتصرة في الحرب العالمية الأولى والثانية. عندما أتى الأمريكيين يعني هم أكملوا هذا المشوار، فإذا يعني هناك حالة نفاق، ازدواجية في التعامل مع حقوق الشعب الكردي، مع معاناة الشعب الكردي، مع السماح لتركيا بأن يعني تقتل وتبيد وتفعل ما تشاء في المجتمعات الكردية في سوريا في العراق. لكن في نفس الوقت يعني هناك تعاطف شعبي كبير لشرائح كبيرة في أوروبا مع الإدارة الذاتية، مع مشروع الإدارة الذاتية. وهنا يعني اللقاء الصحيح بأن يعني كمجتمع كردي أن يكون لدينا يعني تقارب مع المجتمعات، يعني اولا مع المجتمعات الشرق الاوسط، مع العربيه، مع تركيا، مع الفارسيه، مع العربيه، وهذا يعني اتجاه بقناته هو الصحيح لتحقيق حاله من التعايش المشترك بعيدا عن التدخلات الاجنبيه التي ليست في صالح القضيه الكرديه وليست في صالح اي قضيه، لكن التوافق مع المكونات التي نتعايش معها في الجغرافيا الواحده، في الدوله الواحده، بأن نذهب إلى إحداث تحول ديمقراطي في هذه الدول التي نعيش فيها بقناعتي هو الطريق الصحيح. رأينا خلال 14 سنة من الأحداث في سوريا وحتى اليوم أن المواقف الدولية، التدخلات الدولية لم يكن يعني مؤيدا لحقوق الشعب الكردي، لم يكن مؤيدا لبناء دولة سورية ديمقراطية. ويعني أحد التحديات التي بقناعتي تواجه الإدارة الذاتية هي أن دول المنطقة وبما فيها دول الخارج لا تريد سوريا دولة ديمقراطية، هم يريدون سوريا دولة استبدادية، هم يريدون سوريا أن تكون يعني دولة أو لا دولة أو لا دولة أو فوضى. يعني تصور أن يتوسع مشروع الإدارة الذاتية إلى كل سوريا، وأن يكون هناك سوريا يعني دولة ديمقراطية ضمن دول استبدادية. بالطبع يعني هم لا يحبذون هذا النموذج، ولذلك يعني هم ضغطوا على الإدارة الذاتية بشكل كبير وما زالوا يضغطون. يعني
لكن رغم التحديات ورغم حالة الحصار ورغم يعني ضعف الإمكانيات اللي كانت موجودة، بقناعتي تجربة الإدارة الذاتية بكردها وعربها وبسوريانها هي أحد التجارب الرائدة التي بقناعتي يعني على كل القوى الوطنية واليسارية والتقدمية أن تؤيدها وتقف معها، خاصة أنها يعني تقدم مشروعا قائما على القيم الوطنية التشاركية بعيدا عن التداخلات الخارجية. صحيح يعني ربما البعض لا يفهم العلاقة بين قوى السورية الديمقراطية والقوى الغربية، لكن كما أشرت يعني هذه العلاقة لم تتعدى البعد العسكري، لكن المشروع السياسي والاجتماعي ومشروع التعايش وأن يكون كل الألوان حاضرة في المشهد السوري، ويعني البعد الأجلاني في هذا المشروع أعتقد القوى الغربية الأول الرأسمالية لا توافق على هذا، ولذلك هم يعني يضغطون ويسمحون لتركيا بأن تهاجم على هذا المشروع لكي يقوم أصحاب هذا المشروع بالاستسلام لأمريكا لإسرائيل لدول عديدة. لكن الحالة الموجودة في شمال شرق سوريا هي حالة بديلة يعني تقدم نموذجا، لكن هذا النموذج برغم إيجابياته لديه تحديات كبيرة. رأينا يعني حجم الضغط وحجم التحديات يعني أوكي. أستاذ أحمد، أنا عندي رأي معين يعني أحب أطرحه وأشوف إن أنت متفق معي أو لا. المشكلة في تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، الصورة اللي موجودة واللي يعني مع الأسف بلشت تصير سائدة على صعيد عالمي أيضا، إنه هناك توافق ما بين أو موافقة أو اتفاق أو نوع من حلف عسكري ما بين قوى سوريا الديمقراطية وتجربة الإدارة الذاتية والوجود الأمريكي بالمنطقة. هي هاي الصورة اللي بلشت تصير الصورة السائدة والصورة اللي الأبرز حول الوضع. وطبعا هذا أكيد مثل ما حضرتك ذكرت إنه في يعني توافق معين من وجهة من الناحية العسكرية، إنه في داعش موجود بالمنطقة وفي قوات يعني مو من أجل أمريكا ولا لأجل مصالح أمريكا، لأجل مصالحها نفسها، لأجل مصلحة المجتمع والناس اللي موجودين بهالمنطقة هاي. ما ممكن إنه ما تدافع عن نفسها وما تحاول تدحر داعش. ومن جهة أخرى أيضا أمريكا بتخاف لأسباب معينة من توسع التيار هذا أو إرهابها. أوروبا خصوصا وأمريكا أيضا على الصعيد المنطقي يخافون من المجموعات هاي، وصار في لقاء مصالح عسكرية ما بين القوات والقوات الأمريكية. ولكن هي هاي الصورة اللي احنا نشوفها أو نشاهدها من الخارج، بدل ما نشوف إنه شنو هي الإدارة الذاتية أساسا، شنو هي هاي التجربة. يعني المكتسبات اللي حضرتك هنا ذكرتها قلما نشوفها حتى من الناس اللي يعني يدافعون عن تجربة شمال شرق سوريا، انه محاولة تعميمه على صعيد سوريا، محاولة التبليغ إلى محاولة دعوة الناس في مثلا الساحل والسويداء. يعني المسألة مو فقط مسألة مكونات وكل واحد يجيب شيخة، انه احنا نريد هالتنظيم هذا للمجتمع على مود مثلا نأمن الاحتياجات الأساسية للمجتمع، نأمن الأمن والاستقرار، مساواة المرأة بالرجل، العدالة الاجتماعية بحد معين اللي ممكن في أوضاع الحرب ممكن انه نحققه. هاي اشوف انه هذا الخطاب ما اشوفه من ممثلي الإدارة الذاتية أو من الناس اللي يدافعون عن الإدارة الذاتية. لأنه يعني بالسوشيال ميديا أكثر شيء نشوفه أنه حقوق الكرد مع طبعا العلم أنه حقوق الكرد كمجموعة قومية أيضا تحقيق يعني أو رفع الغبن والاضطهاد عن الشعب الكردي مسألة أساسية، يعني موضوع قضية يعني فعلا إنسانية تقدمية. ولكن الإدارة الذاتية تمثل أكثر من هذا، ولكن هذا الجانب القومي اللي تبرز أكثر، والجانب أنه في تعاون مع أمريكا.
بدل ما نبرز هالجانب هذا الإنساني أو التقدمي للتجربة اللي ممكن تتعمم على صعيد سوريا وتكون أساس لنظام أكثر انفتاح وأكثر ديمقراطية، خلينا نقول، من الأنظمة الموجودة بالمنطقة. أستاذ أحمد. يعني صحيح أتفق معك. صحيح، يعني أنا أتفق معك. كان هناك يعني في شيطنة لهذه التجربة، نعم. يعني بأنها تجربة كردية، بأنها يعني هي ناتجة عن يعني نتيجة الدعم الأمريكي أو أي دعم، لكن يعني جوهر الإدارة الذاتية أو مشروعها لا يمكن أن يتحقق إلا يعني بالتعايش بين الكرد والعرب. يعني لا تنجح مشروع الإدارة الذاتية فقط بالكرد يعني. والخصوصية الكردية في سوريا يعني يعلمها الجميع، يعني التشابك أو يعني العيش المتداخل بين العشائر العربية وبين المجتمع الكردي، ويعني المجتمعات في سوريا متداخلة لدرجة كبيرة. في مدينة دمشق يعني هناك عشرات أو مئات آلاف من الأكراد، في مدينة حما، في حمص. ويعني تجربة الإدارة الذاتية كما ذكرت حضرتك هي يعني أن يقوم المجتمعات المحلية ضمن الدول الموجودة بإدارة يعني بإدارة نفسها، بأن حتى تسهل على الإدارة المركزية يعني كثير من الأعباء. والآن يعني المجتمعات السورية يعني سواء كان دروز أو علويين أو حتى المحافظات الأخرى، يعني هي تبحث عن طرق مناسبة لتحقيق التنمية، لتحقيق يعني الإعمار، يعني تأمين احتياجاتها. تجربة الإدارة الذاتية يعني الاعتماد على الذات، تفعيل طاقات المجتمع بمختلف يعني الشرائح، بأن تكون للمرأة حضور ووجود فعال في الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية، بأن يكون للشباب يعني دور كبير، بأن تكون يعني هناك علاقة صحيحة بين المرأة والرجل، بأن يكون هناك علاقة صحيحة للإدارة أو للاقتصاد مع الطبيعة مع البيئة. طبعا كل هذه القيم الإنسانية والأخلاقية وحتى الاقتصادية الكومينالية أو الأيكولوجية يمكن يعني أن تكون مناسبة لسوريا. طبعا الإدارة الذاتية أيضا هي يعني حالة تجميعية، يعني حالة وحدوية وليس حالة انفصالية، لأن هناك كثير يعني من ما يحاولون طبعا أن يشوهوا صورة الإدارة الذاتية أنها تجربة انفصالية أو أن الكرد انفصاليين. لكن بقناعتي ومن خلال يعني كل المراقبين يلاحظون أن كل الأكراد يعني الآن تخلوا عن فكرة الانفصال، ويعني غالبية الأكراد يركزون على تحقيق التحول الديمقراطي في الدول الموجودة. حتى استفتاء يعني 2007 في إقليم كردستان، يعني من قاموا بالاستفتاء يعني تخلوا عن هذه الفكرة، رغم يعني الشعب الكردي له الحق في أن يعني يقترح ويقول ويفعل ما يشاء، لكن الغالبية الكردية الآن في الدول حتى الأربعة اللي يتواجد فيها الأكراد هم يريدون حقوقهم ضمن الدول الموجودة. وتجربة الإدارة الذاتية هي محاولة ل يعني دمج الأكراد مع الإطار العام، بأن تكون يعني هدف التحول الديمقراطي أو هدف بناء الديمقراطية هدفا للأكراد والعرب في سوريا، هدفا للأكراد والعرب في العراق، أو هدفا للأكراد والأتراك في تركيا. بمعنى هذا النموذج يعني لا يبحث عن انفصال، لا يبحث عن تقسيم، لا يبحث عن أن يكون له جزء خاص، جزء انفصالي انعزالي، بل يبحث الاندماج الديمقراطي أو التكامل مع الدولة الموجودة. وباعتقادي يعني زمن الدول القومية الأحادية انتهى. يعني الإسلام السياسي فشل في إدارة وبناء الدول، ويعني بقناعتي الوقت الحالي يعني يجب أن نذهب إلى تحقيق التعايش، إلى تحقيق التعاون، إلى أن تكون يعني كل فئات المجتمع حاضرة، بيكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة، في توزيع الاقتصاد، خاصة يعني حتى في سوريا المجتمعات شمال شرق سوريا يعني في دير الزور وفي رقة وفي الحسكة يعني كانت تعاني من أن هذه المناطق مناطق خصبة ومناطق فيها ثروات، لكن الأنظمة التي كانت موجودة لم تكن عادلة يعني في تحقيق تنمية اقتصادية لكل المحافظات. الآن يعني بهذه تجربة الإدارة الذاتية البعد الاقتصادي يجب أن يكون يعني متوازيا، يجب يكون هناك مساواة، يجب يكون يعني كل الأطياف والألوان حاضرة في بناء الدولة. وهذه يعني ليست مصلحة فقط للمجتمع الكردي، إنها مصلحة
للمجتمعات العربية، مصلحة لمن يريدون بناء الدولة السورية، بناء دولة قوية، بناء دولة قادرة على الدفاع عن سيادتها عن نفسها، خاصة يعني مع التدخلات الإسرائيلية، مع التدخلات التركية. نلاحظ ضعف يعني الاستجابة السورية أو الرد السوري على هذه التدخلات. لكن لو كانت الجبهة الداخلية السورية، لو كان السوريين ملتفين حول يعني خطة سليمة ومشروع سليم وحوار وطني صحيح لبناء الدولة السورية، باعتقادي كان سيكون موقف الدولة السورية، موقف السوريين أقوى. لكن يعني ما زالت عقلية الاستفراد والعقلية الأحادية، وأن يعني كل المخالفون معي يعني هم أعداء، هذه إشكالية كبيرة. يعني ثقافة التعايش، ثقافة الاحترام، ثقافة احترام هوية الآخر، احترام عقيدة الآخر، احترام وجود الآخر، مع الأسف يعني لم نصل إلى هذه الأبعاد، بأن نحترم بعضنا، بأن نحترم ثقافتنا، نحترم هوياتنا. وأعتقد يعني في تجربة الإدارة الذاتية رأينا هذا الاحترام، كيف أن العربي يستطيع أن يقود مجتمعه، كيف أن الكردي يستطيع أن يقود مجتمعه في حالة من التشارك، في حالة من التعاون. السوريان موجودين، يعني كل اللغات في الإدارة الذاتية هي لغات رسمية، ليس هناك لغة أولى ولغة ثانية. المرأة حاضرة في كل مؤسسات الدولة، في كل مؤسسات الإدارة، هناك رئاسة مشتركة. يعني الشباب متواجدين في كل مفاصل الحياة. هذه يعني تجربة من قيم المجتمع الشرقي، من قيم الشعبين الكردي والعربي. هذه تجربة يعني تستحق المناقشة والدراسة والبحث من كافة المهتمين بأنظمة الحكم، بأنظمة الإدارة، بإدارة المجتمعات المتنوعة. يعني كما يجب أن نذكر، يمكن أن يكون ولها طبعا نقاط سلبية، لها نقاط يعني إشكاليات، هذه يعني طبيعة يتعلق بأمور عديدة. لكن بالمجمل لو نظرنا إلى الخارطة السورية نلاحظ يعني بقعة الضوء أو يعني طريق الخلاص باعتقادي يبدأ من شمال شرق سوريا، رغم كل يعني الظروف الصعبة، رغم كل الحصار، رغم كل الاشتباكات الموجودة. لكن اليوم العربي الذي يعيش في مناطق شمال شرق سوريا يعيش باحترام، يعيش بكرامة. هذه الكرامة والعزة لا تتواجد في المناطق الأخرى. أيضا الكردي الذي يعيش في مناطق الإدارة الذاتية يستطيع أن يتكلم بلغته، يعني أن يعيش حياته الخاصة، ثقافته بلغته، دون أن يفرضه على العربي، دون أن يفرضه على السرياني. وهذه يعني ملامح الإدارة الذاتية، والتي نتمنى أن تكون ملامح سوريا كلها، أن تكون سوريا لجميع أبنائها يعني. شكرا. ننتقل الآن إلى، طبعا آخر شيء أقول أنه هاي التجربة تستحق الدراسة، تستحق التمعن والدقة في التعرف عليها، ولكن أيضا التجربة تستحق التبليغ إلى والخطاب المنطلق من شمال شرق سوريا يكون خطاب أكثر يعني وضوح فيما يتعلق بالمكتسبات اللي صارت بهالمنطقة. هاي المسائل اللي حضرتك ذكرتها الآن طبعا أشار إلى مجموعة من الكتاب والناشطين السياسيين والأكاديميين في بيان وقعوا تقريبا 100 منهم من مختلف البلدان العربية، ولكن المواطن البسيط بالعالم العربي ما يطلع على كل التفاصيل. يعني تستحق التجربة أن يتم التعريف به أكثر وأكثر، ليس كتجربة كردية بل كتجربة إنسانية أو كتجربة مختلفة عن ما يجري في المنطقة. وطبعا بقعة الضوء هذا يعني تقريبا ممكن الجميع بالعالم متفقين عليه أنه كانت فعلا بقعة ضوء في الوضع المأساوي والكالح اللي كنا نعيشه بسوريا، ولكن يستحق بقعة الضوء هذا يستحق أنه تنور أكثر. ننتقل إلى المحور الأخير من حديثنا أستاذ أحمد، هو موقف قوات سوريا الديمقراطية، أو خلينا نقول شمال شرق سوريا، من التدخلات الخارجية في سوريا، وخصوصا من جانب دولة إسرائيل، لأن هناك اتهام جاهز ويعني معاد لكل من يخالف الدول الاستبدادية بالمنطقة أنه أنت متعاون مع إسرائيل. يعني طالما تم اتهام الشيوعيين بالماسونية، وتم اتهام الاشتراكيين بالتعاون مع الصهيونية العالمية، وهذه يعني تهم جاهزة. وطبعا التهم هاي يعني
تواجه تجربة الإدارة الذاتية في الوقت الحالي. فأنا أريد حضرتك توضح هالجانب هذا من الموضوع. تفضل. طبعا يعني التدخلات الخارجية أيا كانت يعني في الشأن الداخلي لأي دولة أي شعب لا شك هي تدخلات بالنهاية تؤثر على الإرادة الوطنية بشكل سلبي. يعني طبعا في سوريا مع الأحداث اللي صارت ومع الإشكاليات يعني كانت متواجدة، باعتقادي يعني اهتمام قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية كان منصبا يعني بالدرجة الأولى على محاربة داعش، وهذا كان يعني الاهتمام الأكبر، وأيضا بناء مؤسساتها الداخلية. طبعا من يعني يعرف مشروع الإدارة الذاتية أو مشروع قوات سوريا الديمقراطية يعني يعرف تركيزهم على البعد الداخلي، على العلاقات الاستراتيجية مع شعوب المنطقة، مع الشعوب التي تعيش نفس يعني المعاناة. طبعا إسرائيل بعد 8 ديسمبر رأينا يعني كيف الأبواب فتحت أمامها من قبل قوى عالمية بأن تكون قوى مهيمنة في المنطقة. طبعا ما فعلت به في لبنان، في غزة، في سوريا. يعني باعتقادي يعني إسرائيل إلى الآن لم تقدم ما هو لصالح المجتمع الكردي، سواء كان في تركيا أو في سوريا أو حتى في العراق، رغم يعني من الممكن أن يكون لبعض الأكراد يعني علاقات مع إسرائيل، لكن بقناعتي وحسب علمي يعني قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية هي جل اهتمامها وتركيزها على البعد الداخلي السوري وعلى بناء يعني سوريا من الأبعاد الوطنية. يعني إسرائيل طبعا احتلت مناطق من جولان. أيضا في نفس الوقت يعني كما ذكرنا في بداية الحديث هناك اتصالات بين يعني حكومة الجولاني وبين إسرائيل، وحتى اتفاق على شبه ممر آمن من إسرائيل إلى السويداء. طبعا يعني في المجمل الخارطة السورية الإسرائيليين متواجدين بنفوذهم، بعلاقاتهم مع الأمريكيين، ب يعني ومعلوم للجميع يعني سوريا القادمة يعني لن ترسم أو لن يكون الحكم في سوريا إلا وفق يعني ثوابت دولية، منها طبعا أمن إسرائيل، منها حماية إسرائيل. هذه يعني القوى الدولية التي يعني أسقطت بشار الأسد هي لديها يعني رغبة وإرادة في أن تكون سوريا في موضوعية يعني في موضع معين. هي أخرج سوريا من المحور الإيراني، من المحور الصيني الروسي، وأتت بالجولاني ليكون يعني متواجدا في الحكم لتنفيذ اتفاقات إبراهيم، لتنفيذ يعني أجندات هم متعلقين فيها. يعني نعلم أن إسرائيل لديها تأثير يعني كبير في النظام الدولي. هذا النظام الدولي الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي يمتاز بالنفاق وبالازدواجية في التعامل مع حقوق الشعب الكردي، في التعامل بازدواجية مع يعني كل القضايا العادلة مثل القضية الكردية أو قضايا التحول الديمقراطي في المنطقة. يعني بقناعتي ليس صحيح أن نتهم يعني قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بهذه الاتهامات، إنما يعني غالبية الدول العربية ودول المنطقة يعني أقامت علاقات سلام مع إسرائيل. الأكراد يعني الآن يفاوضون الدولة التركية، الأكراد سابقا فاوضوا صدام حسين، الأكراد في سوريا فاوضوا النظام السابق ويفاوضون النظام الحالي. يعني الأكراد يبحثون عن حقوقهم ضمن الدول الموجودة. يعني لكن على البعد العالمي الدولي لم ألاحظ يعني إلى اليوم موقفا دوليا مؤيدا يعني استراتيجيا في البعد الاستراتيجي للقضية الكردية. هذا الموقف الدولي السلبي أعتقد أن إسرائيل له دورا فيه، ونعلم يعني على العلاقات العميقة بين تركيا وإسرائيل. هذه العلاقات أيضا تلعب دور في يعني مقاربة إسرائيل للملف الكردي في سوريا أو في تركيا. يعني رأينا قبل أشهر كيف أن إسرائيل كانت تعطي يعني بعض أجزاء من الطائرات المسيرة لتركيا لمهاجمة قوات حزب العمال الكردستاني. وأيضا ما حصل من هجمات تركية على شمال سوريا لم نلاحظ اعتراضا إسرائيليا. يعني تركيا احتلت مدينة عفرين، احتلت مدينة رأس العين. هل شاهدنا اعتراضا إسرائيليا؟ هل شاهدنا رفضا إسرائيليا؟ لا. يعني التدخلات التركية والموقف التركي من القضية الكردية والهجمات على الملف الكردي باعتقادي هناك يعني تواطؤ إسرائيلي مع المواقف التركية. الآن يعني الشعب الكردي أصبح لديه حضورا في المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط. حضور المجتمع الكردي في المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط
ايضا القوى الاقليميه منها اسرائيل سوف تاخذ هذه القوى بعين الاعتبار. من الممكن يعني ان يحصل هناك تواصل، لكن في البعد الاستراتيجي اظن ما زال بعيدا يعني المجتمع الكردي ان يكون لديه علاقات مع اسرائيل، خاصه يعني ان اسرائيل قاموا باعتقال القائد عبد الله أوجلان، وهم السبب الرئيسي يعني في محاوله، وهم السبب الرئيسي في استمرار الحرب التركيه ضد الشعب الكردي. الان في سوريا يعني 14 سنه الى الان لم نلاحظ موقفا اسرائيليا مؤيدا لحقوق الشعب الكردي في سوريا، وكل الاحتلال التركي لشمال سوريا ربما يعني هناك بعض التصريحات الاسرائيليه التي ينخدع فيها البعض من وزير خارجيه او من نتنياهو، لكن هي تصريحات يعني للصفقات مع تركيا، لارسال رسائل الى تركيا وليس لدعم الشعب الكردي. يعني الشعب الكردي لديه تحديات كبيره، لديه اشكاليات كبيره. هو يريد ان يتفق مع شعوب المنطقه، ان يتفق مع الشعب العربي اولا، مع الشعب التركي، مع الشعب الفارسي، وليس ان يكون يعني مطيه لقوى اقليميه ودوليه مثل اسرائيل لتمرير اجندتها. الان يعني في الصراع الكبير الذي يحصل بين اسرائيل وبين ايران، بين اسرائيل يعني الترتيب الجديد لاعاده يعني ترتيب الشرق الاوسط. طبعا هذا الترتيب يعني القوى الاقليميه تحاول ان تاخذ مصالح اسرائيل بعين الاعتبار بالدرجه الاولى، لكن اعتقد يعني القوه التي وصل اليها المجتمع الكردي في سوريا وفي العراق وفي اماكن اخرى عديده، وعمليه السلام التي تتم في تركيا بين زعيم عبد الله أوجلان وبين تركيا، يعني الحاله الكرديه الان هي حاله صاعده، هي قوه يعني تستطيع ان تقدم الجديد. ولذلك بقناعتي اي قوه اقليميه او دوليه تريد ان تنتصر في الشرق الاوسط يجب ان تاخذ حقوق ووجود الشعب الكردي بعين الاعتبار، ويعني الطرح الكردي لحل القضيه الكرديه، لحل القضيه الفلسطينيه، لحل كل القضايا هو موضوع التعايش. طبعا التعايش بين العرب الفلسطينيين، بين اليهود الاصليين اصحاب الارض، وليس يعني القادمين وراء البحار او لديهم يعني مشاريع خارجيه، يعني لحل القضيه الفلسطينيه التي اعتقد انها قضيه عادله، وهي يعني اخت القضيه الكرديه، ترتبط مع القضيه الكرديه ب يعني بمفاصل وبارتباطات لا يستطيع احد ان يفصلها. وانا بقناعتي يعني لن يتحقق الاستقرار والامن في المنطقه الا بحل القضيه الفلسطينيه وبحل القضيه الكرديه، وبان ياخذ الشعبين حقوقهم. لكن طريقه الحل، طريقه ايصال الى هذه الحقوق ربما نختلف مع بعض يعني الفلسطينيين او بعض الاخوه، لكن انا اعتقد ان التعايش المشترك، ان البحث عن سبل يعني التوافق الوطني، يعني ان لا نذهب الى حاله من الصراع الابدي. يعني اي مشكله يجب ان تنتهي في النهايه بالحل الذي يرضى جميع الشعوب. واعتقد يعني 75 سنه من القضيه الفلسطينيه هي كافيه بان يكون هناك مسار مختلف، وهذا المسار الذي نحن نعتقد بانه سيكون مفيدا ايضا للشعب الفلسطيني وللاسرائيلي او اليهودي ايا كان، هو مشروع الامه الديمقراطيه التي نراه كما هي مناسبه لنا لحل القضيه الكرديه، نراه ايضا مناسبا لحل القضيه الفلسطينيه، بعيدا عن القتل، بعيدا عن ان نكون اجندات لاطراف دوليه واقليميه، بان يكون يعني يعني تعزيز التعايش والتشارك هو المقصد، هو الهدف يعني. شكرا جزيلا. وبالاخير نقول انه كردستان فلسطين اخر بالمنطقه، ولن يكون اسرائيل اخر ابدا. يعني اساسا ما ممكن تكون اسرائيل فلسطين اخر، كردستان ممكن تكون فلسطين اخرى بالمنطقه. ومثل ما حضرتك تفضلت به انه طريقه حل المشكله ممكن احنا وصلنا الى مرحله انه الحلول القديمه ممكن اعاده التفكير بها واعاده تقييمها وايجاد السبل الكفيله انه التعايش بين المكونات المختلفه والكادحين والعمال في المنطقه ممكن يكون على اسس تحقيق حقوقهم الأساسية والعدالة الاجتماعية. أشكرك شكر جزيل أستاذ أحمد، أخذ الحوار ساعة ونص تقريبا، تعبناك ويانا، وأتمنى أنه تتكرر اللقاءات هاي بالمستقبل إذا سمح وقتكم، أنه تفيدنا فيما يصير في سوريا والمستجدات اللي يصير في
في هذا البلد المهم طبعا بالمنطقة، ومهم جدا فإن في العراق. شكرا والتحيه يعني شكرا والتحيه لحضرتك. طبعا انا بهنيك على شغلك، على اسئلتك، على قناتك الجيده. وطبعا نحن بحاجه ل يعني لهيك قنوات يعني تقول الحقيقه، تشرح الامور للناس بعيدا عن يعني القنوات التلفزيونيه اللي بتحاول تنفذ اجندات دوليه معروفه تشوه الحقائق. لكن باعتقادي يعني الساعه ونص قضينا مع بعض قلنا فيه الكثير الذي لا يقال على قنوات اخرى. مره ثانيه بتمنى كل يعني التوفيق لحضرتك ولكل مشاهدي قناه هيوا يعني. شكرا جزيلا، شكرا. اللقاء. نعم مشاهدينا الأعزاء، هكذا ننهي برنامجنا الخاص، الحوار شيق مع أستاذ أحمد شيخو. على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى ولقاءات أخرى. شكرا لدعمكم. إذا ما داعمين القناة لحد الآن شاركوا بالقناة، و يعني نحترم وجهات النظر المختلفة، وأي ملاحظات أو تعليقات تجي راح نحاول إنه نرد عليهم، نتناول في برامجنا المقبلة. شكرا جزيلا مرة أخرى، إلى اللقاء في برامج أخرى. سعدتم مساء مرة أخرى.